المغرب يسيطر على الكاف. يجب قول ذلك إنهم يمسكون بكل شيء بأيديهم ويقررون كل شيء. عبد الله فال رئيس الاتحاد السنغالي يتهم المغرب بالتحكم في الكاف. المغرب لم يكن يتخيل أبدا أن فريقا آخر يمكنه منعه من أن يصبح بطلا. لا يوجد بلد عارض المغرب كما فعلت السنغال. بخصوص جدل معسكر التدريب، صرح فال: كانوا يريدون إجبارنا على التدرب في معسكرهم الأساسي مجمع محمد السادس. عندما أخبرني أبلاي بذلك قلت له بوضوح: لن نذهب. المجمع حديث للغاية، وحتى عندنا في السنغال لا نملك هذا المستوى من البنية التحتية، لكن إذا تدربت هناك فأنت مكشوف تماما. فريقك يكون مكشوفا، أي تفاصيل أو أي تفصيل مهما كان سيعرفونه. بعد ذلك رأيتم وصول الفريق إلى الرباط، لا تأطير لا أمن. في عين المكان وجدت فوزي لقشع والأمين العام للكاف، ثم بعد ذلك وصل رئيس الكاف. تحدثت مع فوزي وكان يكرر علي باستمرار: هذه هي الكاف. وعندما ذهبت للحديث مع الأمين العام كان يقول لي: المغرب فعل هذا، المغرب فعل ذاك. في تلك اللحظة فهمت أننا كنا نساق في قارب بلا توجيه. بخصوص التحكيم، قال: النقطة الوحيدة التي بقينا عاجزين أمامها هي التحكيم قبل النهائي بيومين. كان من المفترض أن نعرف الحكم، لأن ذلك يجب أن يعلن في اللجنة التقنية. عندما سألنا عن الأمر قيل لنا إنهم لا يعلمون شيئا، في حين أن النظام ينص على مهلة دنيا من أجل إمكانية الاعتراض على حكم، لكننا لم نحصل على المعلومة إلا عشية النهائي عند الساعة 10 ليلا. عندما اتصل أبلاي بهم قدموا أعذارا من نوع: كنا نريد حماية الحكم لتفادي الضغط، لكن في الحقيقة نحن نعلم جيدا أن الهدف كان منع أي طلب اعتراض محتمل. خلال النهائي كنا قد أعددنا مسبقا رسالة احتجاج وطلب اعتراض، وأثناء المباراة أرسلنا الرسالة إلى الكاف بينما كنا لا نزال في الملعب. لم يسبق لأي بلد أن عارض المغرب بهذا الشكل، لأنهم يشغلون منصب نائب رئيس الكاف، لديهم الوسائل، والكثير من الدول لا تجرؤ على الذهاب ضد إرادتهم. لا أحد يجرؤ على اتخاذ موقف ضدهم. المغرب يسيطر على الكاف، يجب قول ذلك. إنهم يمسكون بكل شيء بأيديهم ويقررون كل شيء. فوزي لقجع صديقي، لكن هناك أشياء لا يمكن التفاوض بشأنها أبدا، ولهذا السبب نحن هنا اليوم.